بون سواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. في حد بعت لنا بيقول انا جوزي قابض جمعية، جمعية كبيرة، واخت جوزي هتتخطب وعايزة جهاز. حسبناها لقيناها هتتكلف حوالي 200,000 جنيه. اوكي. والمفروض جوزي هو اللي هيشورها، هيجيب لها الجهاز يعني، علشان حماية متوفي. أمي قالت لي خلي جوزك ما يجيبش حاجة، وهي تنزل تشتغل زي البنات، تجيب جهازها، وافتحوا انتي وجوزك مشروع بالفلوس. وجوزي قال لي مش عايز أختي تتبهدل، وده حقها عليا. هل كلام أمي هو اللي صح ولا كلام جوزي هو اللي صح؟ يعني هو مبدئيا من حيث المبدأ، مادام انتي جوزك هو الأخ الوحيد لأخته دي اللي هي هتتجوز دلوقتي أو متقدم لها عريس، والمفروض ان احنا نجيب لها جهاز، والوالد متوفي، يبقى المفروض ان أخوها اللي هيجهزها. ده عادي، ده حقيقي. انا باكد لك المعلومه من عندنا من هذا الموقع. انا باكد لك المعلومه ان مادام هي والدها متوفي، يبقى المفروض اخوها هو اللي هيجهزها. تمام. يعني تدخل ماما في الموضوع بصراحة مش عاجبني. يعني انتي سؤالك ليها ممكن تكوني انتي بتستشيريها او بتسأليها من ناحية استشارة، هل ده صح او غلط او الكلام ده كله. ولكن احنا لو عكسنا الموقف وخليناكي انتي يعني في مكان هذه البنت، هل كان ماما هتتفضل مشكورا تقول انتي انزلي اشتغلي عشان تجهزي نفسك واخوكي ما يجهزكيش؟ بصي، عشان ابقى صريحة معاكي، من حيث المبدأ لو هو دلوقتي زوجك مكفي البيت والاكل والشرب والحاجات الاساسية، في اولاد بيصرف على الاولاد، مدارسهم، حالهم، محتلهم، كل الكلام ده كله بيتصرف عليه. هو دلوقتي بقى قبض جمعية، وهو الجمعية دي كمان لو هو عامل الجمعية دي اصلا قاصد بيها ان هو يشور بيها اخته او يجهز بيها اخته، يبقى خلاص الفلوس دي جاية عشان هذا الموضوع. لو هو عامل الجمعية دي علشان اي شغل تاني او يشيل فلوس على جنب تنفع في اي حاجة، ودي اصلا مش يعني مترتب لها حاجة معينة الفلوس دي، فدي اصلا من حيث المبدأ دي ذمته المالية الخاصة لوحده بتاعته. ما ينفعش بقى نقعد احنا نفكر له ونقول له انت هتصرف فلوسك ازاي. لا، احنا مش عاجبنا طريقة صرفك لفلوسك دي، انت هتصرف على اختك ليه وتجهزها ليه؟ اختك هي تنزل تشتغل وتجهز نفسها. يعني مهما هي هتنزل تشتغل وهتقبض كام وهتعمل ايه، ها، علشان تقدر تجهز نفسها بال200,000 جنيه اللي انتوا حسبتوهم دول، هتحوشهم في كام سنة عشان تعرف تجهز نفسها. ومادام اخوها يقدر يجهزها ويجيب لها الحاجات دي، طب ليه لا يعني؟ مادام هو عنده بيصرف على البيت والبيت مش ناقصه حاجة، هو دلوقتي عنده ذمة مالية تانية منفصلة عن صرف البيت، المفروض ان احنا لا نتدخل فيها ولا نقول له تعمل كذا او ما تعملش كذا. عشان لو قلبنا الآية وانت بقى عندك ذمة مالية منفصلة بيك بتاعتك، ورث مثلا لا قدر الله عن والدك، عن واخدة فلوس من اخوكي، واخدة فلوس من والدتك، في فلوس بتاعتك انت تخصك عن اي حاجة، وهو جاي قالك اعملي بيها حاجة معينة وانت مش عاجبك الكلام ده، احنا هنتضايق ونقول ايه هو متدخل ليه في فلوسك. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. صح ولا غلط؟ فما ينفعش انت كمان تتدخلي في ذمته، في الذمة المالية الخاصة بيه بتاعته، وتقولي له اعمل بيها كذا وما تعملش كذا. ولكن انا عشان ابقى صريحة معاكي، ورأيي انا الخاص، لو انت بتسألي رأي ماما اللي صح ولا رأي جوزك هو اللي صح، رأي جوزك هو اللي صح. المفروض هو يشور اخته او هو اللي يجهز اخته مادام هو يقدر على ده. برضو اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات اكتبوا لنا انتوا ايه رأيكم ايه، وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد.
اشوفكم في حلقة جديدة. اورفوار.